السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهارده ان شاء الله هنعرض مع بعض شويه افكار وتجهيزات هتوفر علينا كتير في الوقت وفي المجهود، وهنجهز مع بعض عصاير رمضان ان شاء الله. اول حاجه جبت الكركديه، استخدمت حوالي نص كيلو، غسلتهم الاول وبعدين ضفتهم في حله وضفت عليه كيس سكر او كيلو من السكر، وضفت عليه حوالي 2 لتر من الميه ورفعته على النار لحد ما بدأ يغلي معانا، وبعدين بقى هنغطي عليه ونقفل عليه النار. جبت كمان نص كيلو من الخروب مش بغسله زي ما شايفين كده، بحطه في مصفى وبعدين بقلبه بالشكل ده، بينزل بقى اي حاجة فيه مش مرغوب فيها بتشيليها بالشكل ده، وبينزل كمان اي شوائب كده من المصفى. باخد كده شوية بشوية بخلصهم بالشكل ده، وبعدين بحطهم في حلة. استخدمت نص كيلو من الخروب، شايفين قد ايه شوائب نزلت منه. وبضيف على النص كيلو بضيف عليه ربع كيلو من السكر او كوباية كبيرة من السكر، هقلبها كده معاه وبعدين ارفعها على النار مع التقليب. بتفضلي بقى تقلبي الخروب مع السكر على نار هادية لحد ما السكر يتكرمل معاكي وتلاقيه داب بالشكل ده، بالتقليب طبعا المستمر على نار هادية. بعدين بقى بنبدأ ننزل بالمية، نزلت بحوالي 2 لتر في الأول وبسيبه لحد ما يغلي حوالي كده نص ساعة، وبعدين بقفل عليه النار. في الوقت ده زي ما شايفين ضفنا المية، كمية المية ما تبقاش كتير في الأول، بعدين بقى بزود المية لما بسيبها بقى تبرد وتهدى. بزود بقى كمية المية حسب الرغبة، حسب بقى ما بتحبي تركيز المشروب بتاعك قد ايه. انا ضفت كمان حوالي 2 لتر من المية، يعني استخدمت 4 لتر من المية على النص كيلو الخروب. وكمان الكركديه ضفت برضو زودت له كمان مية، وهبدأ بقى اشيله كده في الاكياس. طبعا بعد ما برد معانا تماما، ما ينفعش ان احنا نشيله هو لسه سخن. بتحطي بقى في الكيس الكمية اللي تناسبك. هو كمان كان معانا مركز كمان بزيادة، لو كمان حابين نخففه وقت بقى ما بنخرجه من الفريزر بنزود له شويه بقى من الميه او السكر حسب الرغبه. الكركديه طبعا اللي اتبقى معانا برضو زودت له كده حوالي لترين من الميه تاني، ورفعته برضو على النار يغلي برضو غلوتين، وخلاص بنقفل بقى عليه النار. وشايفين ما شاء الله الكركديه كمان لسه معانا بياخد معانا ميه، شايفين كمان لونه مركز لسه، وكمان لسه ما غلاش معانا. الخروب كمان هزود له حوالي لتر كمان من الميه وهغليه بس غلوة، وبعدين هسيبه شوية. بعدين بقى هنبدأ نقدمه. زودت له كمان شوية سكر، وهنسيب بقى كل الحاجات دي لحد ما تبرد معانا ونبدأ نعبيها في الأكياس. جبت كمان كمية من الفراولة غسلتها كويس، وهبدأ كمان أنضفها بالشكل ده وبعدين أقطعها ونعمل منها عصير. قطعت الكمية بالشكل ده، وبعدين هنبدأ بقى نضربها في الخلاط. أنا كمان مش هضيف أي مية، هخلي العصير مركز معانا، بس هضيف له شوية كده من الكركديه يديله لون حلو، هتدي معانا الفراولة لون حلو. كمان اول بقى بنخرجها من الفريزر بنزود لها بقى شوية مية حسب بقى زي ما تحبي. زودت كمان شوية سكر وهنبدأ بقى نضربها كويس. وشايفين ما شاء الله كمية الكركديه اللي ضفناها كانت كمية صغيرة، لكن غيرت معانا لون الفراولة، خلت معانا الفراولة لونها حلو جدا. وزي ما قلنا طبعا هي مركزة، هبدأ بقى اضيفها كده في العلب او الاكياس زي ما تحبي. ودي الكمية اللي طلعت معانا ما شاء الله كمية كويسة جدا. طبعا كل كام يوم كمان تفرزيلك شوية هيبقى معاكي كمية كويسة جدا من العصير. ودي كمان كمية الخروب والكركديه اللي طلعت معانا، اللي هو كان اخر شوية كده في الحلة لما زودناهم مية وخليناهم كمان يغلوا على النار، عملوا معانا الكمية دي كلها ما شاء الله زي ما شايفين. طبعا هتسهل علينا كتير في رمضان ان شاء الله. طلعي كده الكيس وتسيبيه لحد ما يفك، تزودي له بقى ميه او تزودي له سكر زي ما تحبي، بس هيكون جاهز معاكي، هيسهل طبعا كتير. وطبعا حاجه معموله في البيت انضف واوفر بكتير من الجاهز وكمان احلى. ودي كانت المشروبات معانا اللي جهزناها. هنبدا بقى نجهز كمان الزبادي، طبعا مش بنستغنى عنه في السحور، هتعمليه في البيت احلى وانضف بكتير وكمان اوفر. واستخدمت لتر او كيلو من الحليب، ضفت عليه معلقتين كبار من السكر، حابه تضيفيهم او لا زي ما تحبي. وبعدين هضيف عليه علبة من الزبادي اي نوع بقى تحبيه. واللبن طبعا في البداية سخنته، اللبن الاول خليته يغلي وبعدين سبته لحد ما يبرد او يهدى، يعني لازم اللبن يكون دافي معاكي، يعني ما يكونش سخن قوي وفي نفس الوقت برضو مش بارد قوي. وبعد ما ضفت له علبة الزبادي والسكر قلبته كويس جدا بالمضرب زي ما شفنا، ممكن كمان تضربيه في الخلاط عشان تتأكدي ان هو داب كويس في اللبن. بعدين صبيته في حاجة كده عشان تسهل علينا طبعا لما نضيفه كده في الكوبايات. واستخدمت الكوبايات دي، تقدري طبعا تستخدمي اي حاجة عندك، ممكن تستخدميها في بولات او طواجن. وبعدين ضفته في حلة بالشكل ده، ضفت بقى في نص الحلة ضفت مية تكون بتغلي، وبعدين ضفت فيها كوبايات الزبادي، وبعدين هغطيها بفوطة وكمان هغطيها بغطا وادخلها الفرن او في اي مكان يكون بعيد عنك وفي نفس الوقت يكون دافي. طبعا الفرن ما بيكونش شغال.
ضفته في الفرن حوالي كده ليلة كاملة، يعني من بالليل للصبح أو الصبح بالليل، يعني ممكن تعمليه الصبح ويبدأ معاكي بالليل يبقى متماسك بالشكل ده. وده شكله معانا ما شاء الله قبل كمان ما يدخل التلاجة بيكون معانا بالشكل ده متماسك جدا زي ما شايفين. هنبدأ بقى ندخله التلاجة حوالي كده ساعة أو ساعتين. ده كمان كان قوامه قبل ما يدخل التلاجة زي ما شايفين متماسك جدا، وكمان طعمه حلو قوي. معلقتين كمان السكر اللي احنا ضفناهم بتخلي طعمه حلو جدا، ما بيحتاجش بقى معاكي انك تزوديه سكر. وده شكل الزبادي معانا بعد ما سبته في التلاجة حوالي كده ساعة أو ساعتين، تماسك معانا طبعا أكتر زي ما شايفين. وما شاء الله قوامه تحفة جدا، طعمه كريمي بجد أحلى بكتير من الجاهز. كمان لازم تستخدمي نوع لبن يكون حلو عشان يطلع معاكي الزبادي طعمه حلو. حابة كمان تخلي الزبادي معاكي دسم اكتر، بتعملي اللبن بالوش بتاعه بتستخدميه يعني بالقشطة، بس انا استخدمته من غير القشطة عشان يطلع معانا كمان خفيف كده وطعمه حلو. الوصفة بقى اللي معانا بعد كده هنعمل معجنات، وجبت بولة ضفت فيها كوبايتين من المية الدافية، ضفت عليهم نص كوباية من السكر وكيس من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة. هنقلب كويس لحد ما نتأكد ان الخميرة والسكر دابوا معانا بالشكل ده. هنبدأ بقى نضيف عليهم نص كوباية من الزيت، وهبدأ اضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة زي ما شايفين كده من الكركم، تدي معانا بقى لون حلو وكمان قيمة غذائية. وفي بولة تانية ضايفة فيها كيلو من الدقيق، هضيف بقى عليه الخليط اللي احنا جهزناه كده في الاول، وهنبدأ بقى نعجن. هنجهز معانا كمان كوباية تانية من المية، وهنفضل نضيف المية بالتدريج حسب ما تاخد معانا العجينة. زي ما شايفين بضيف كده المية شوية بشوية لحد ما تتشكل معانا العجينة. بنعجنها بالشكل ده لحد ما تتشكل معانا وتبقى ناعمة، بتكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. اول ما العجينة تتلم معانا بالشكل ده بضيف لها حوالي معلقة كبيرة من السمنة البلدي او الزبدة زي ما تحبي. السمنة البلدي دي انا عاملاها في البيت من وش اللبن، بتدي بقى معانا للفايش طعم حلو جدا وطعم غني. ممكن تستبدليها طبعا بالزبدة او اي نوع سمنة عندك. قلبتها معاها بالشكل ده، بعدين بقى همسح كده الوش بشوية من الزيت وهسيبها بقى لحد ما تخمر. بغطيها وبسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده. هنبدأ بقى نقسم كده العجينة لأربع أجزاء، بنحاول يعني تكون أجزاء متساوية. بقسمها كده لكرات، طبعا حجم بقى الكرة اللي هتعمليه هو كده اللي هيطلع معاكي حجم الفايش، يعني زي ما تحبي تكبريها أو تصغريها. وباخد أول كورة هبدأ أفردها كده زي ما شايفين، ممكن طبعا تفرديها كده على الرخامة بس تدهنيها كده مسحة بسيطة من الزيت. وبعد ما تفرديها بتبدأي تعمليها رول بالشكل ده كأنك بتعملي كده عيش فينو، وتلفيها وبعدين في الآخر تضغطي عليها بالشكل ده وتحطيها بقى في صينية. هنكمل بنفس الطريقة، بناخد كده الكورة وبنفردها، طبعا بيكون سمكها مش رقيقة قوي وفي نفس الوقت برضو مش سميكة قوي. بنفردها بالشكل ده على شكل مستطيل، وبعدين بقى نعمل كده على شكل رول، بس كل لفة بنلفها بنضغط عليها زي ما شايفين بصوابعنا كده وبعدين نقفلها بالشكل ده. الجزء طبعا اللي احنا قفلناه بالشكل ده هو بقى بنحطه كده في أرضية الصينية. بكتفي كده باتنين في الصينية زي ما شايفين. حطيت كده كل رولين في الصينية أو صاج، طبعا بسيبهم بقى لحد ما يخمروا المرة التانية وتلاقي حجمهم اتضاعف بالشكل ده. طبعا بتغطيها بفوطة وتسيبيها بقى في مكان دافي لحد ما يبقى حجمهم زي ما شفنا كده، بتسيبيهم حوالي ساعة. بعدين بقى نبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة أو درجة حرارة 200، يعني كأننا بنسوي كيك. أول ما تبدأ بتاخد معاكي لون من تحت بتشغلي لها الشواية لو حابة، وبتخرجيه بالشكل ده. أنا بخرجه طبعا وبعدين بضيفه كده على فوطة مطبخ تكون نضيفة طبعا، وبتسيبي بقى الرول ده لحد ما يبرد معاكي تماما وتبدأي تقطعيه. لو قطعتيه وهو لسه سخن هيتفرفت معاكي ومش هيبقى متماسك بالشكل ده. بتسيبيه بقى لحد ما يبرد زي ما شفنا، ونبدأ بقى نقطعه بسمك برضو ما يكونش رقيق قوي وفي نفس الوقت برضو مش سميك قوي. وشفنا ما شاء الله قبل لسه ما يدخل كمان الفرن المرة التانية، شايفين ما شاء الله قد ايه هو طري جدا وهش وخفيف. ده كده دليل انه ناجح معاكي وهيطلع هش جدا وخفيف جدا. نبدأ بقى نرصه كده في الصينية أو الصاجات بالشكل ده، ونبدأ بقى ندخله الفرن مرة تانية. والمرة دي طبعا هندخله معانا عشان يتحمص، بتكون على نار هادية بتدخلي فيها بقى الفايش من وقت للتاني، بتحركي الصينية ولما ياخد معاكي لون كده بسيط من تحت تبدأي كمان تقلبيه على الوش التاني حسب بقى اللون اللي انت عايزاه. بيقرمش وبيخرج معاكي بالجمال ده، طعم وريحة وشكل طبعا حلو جدا وموفر قوي. زي ما شايفين الكمية ما شاء الله كويسة جدا، بكيلو بس من الدقيق عمل معانا اكتر كمان من 2 كيلو من الفايش. طبعا لو جبناه من بره عارفين قد ايه هيكلفنا، لكن طبعا هنعمله في البيت اوفر بكتير وكمان طعمه احلى بكتير. وشايفين ما شاء الله قد ايه هو مقرمش وكمان هش وخفيف وطعمه حلو جدا. اضافة السمنة زي ما قلنا بتخلي طعمه حلو جدا وغني.
وكمان الكركم اداله لون حلو كمان وفايدة، وطعمه كمان مش بيبان خالص، بس ما تزوديش عن معلقة صغيرة زي ما شفنا. ودي كده كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وتنفذوها ان شاء الله. وطبعا الفايش بيبقى حلو جدا مع كوبايه الشاي على السحور ان شاء الله، ينفعكم جدا. وكمان ممكن كمان تضيفي عليه جبنه، بيبقى طعمه حلو جدا. جربوا واعملوه بنفس الطريقه، سهل وسريع زي ما شفنا ومكلفناش حاجه خالص، واحلى بكتير واوفر من اللي بنجيبوه من الافران. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني فيديوهات جديده ان شاء الله، وصفات جديده وافكار سهله وسريعه. اسيبكم في رعايه الله، سلام عليكم.